عزيزي وعزيزتي، لا تسخروا من قوم محرومون، لا تسخروا منهم، فالمحروم دائما مبتلى، لا تعلم قيمته عند الله فيما يفعل. لا تسخروا من السجناء، فهم سجناء لكن أقوياء بروحهم. لا تسخروا من المفلس، فالمفلس هو غني. ولا تسخروا من فاشل، ربما يكون فاشل لكنه يعلم بفشله إلا الله، ويجوز له أن يكون في مراتب عليا لأنه بيحمل صفات أخرى. ولا تسخروا من مهنة أي إنسان بيأديها في حياته. جايز المهنة دي أنت بتسخر منها لكن هي بتقدم عمل مفيد في حياتنا، زي مهنة الخياط ومهنة النجار ومهنة البقال ومهنة الصنايعي اللي بيعمل لنا في حياتنا حاجات كتيرة أوي في حياتنا، هي بتكون مفيدة في حياتنا. لا تذكروا إنسان الغيبة والنميمة طول الوقت وتدن. لا تسخروا بالناس وتظنوا فيهم ظن السوء، واجعل لنفسك قولا عزيزا، ودع الخلق للخلق. أشكركم على حسن استماعكم، ولكم مني وافر الاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.